Hallo liebe Leute, درس النهاردة عن فيتور 1. الفيتور 1 يعني انت لما بتتكلم عن حاجة هتعملها في المستقبل او تتحدث عن مواقف سوف تحدث مستقبلا بنستعمل الفيتور. احنا مش هنطول عليكم في المقدمة ويلا ندخل على طول في الدرس. شكل الفيتور 1 الهيلفز فيربن werden اللي هو سوف او يصبح زائد الانفينيتيف. وللتذكرة لازم نراجع على تصريف فعل werden اللي هو ich werde, du wirst, sie es wird, ihr würdet, wir würden, sie würden. Ich werde morgen einen Test schreiben. سأكتب اختبارا غدا. في المرتبة الثانية الهيلفز فيربن werden زي ما قلنا والفعل الأساسي في آخر الجملة في الانفينيتيف في المصدر. Ich werde ein Auto kaufen. أنا سأشتري سيارة. الهيلفز فيربن werden في المرتبة الثانية وكاوفن في المصدر في آخر الجملة. طيب احنا بنستعمل الفيتور 1 في ايه؟ في 6 حالات بنستعملهم في الفيتور، بنستعمل الفيتور 1 فيهم. هناخدهم حالة حالة النهاردة. أول حاجة لما تكون مخطط لحاجة أنت هتعملها في المستقبل. ناخد مثال. Ich werde am Wochenende meinen Geburtstag feiern. بمعنى سأحتفل بعيد ميلادي في نهاية هذا الأسبوع. ده حاجة إحنا بنخطط لها عشان ننفذها في المستقبل القريب. تاني حالة معانا إنك تتوقع حدوث شيء مستقبلا. زي مثلا المثال ده in 10 Jahren wird es fliegende Autos geben. في غضون 10 سنوات هيكون هناك سيارات طائرة. تالت حالة للفيتور 1 إنك بتدي وعد لشخص ما. زي مثلا ich werde dir beim Lernen helfen. سأساعدك في التعلم. رابع حالة إنك تدي أوامر لشخص ما. زي Du wirst mir jetzt zuhören. سوف تستمع لي الآن. وممكن تستعمل الفيتور 1 في التهديد زي المثال اللي جاي ده. Das wirst du noch bereuen. سوف تندم على هذا. سادس حالة لما نعبر عن أو بنخمن على حاجة تخص المستقبل أو الحاضر زي المثال ده مثلا. antwortet nicht. wird bestimmt schon schlafen. إنه لا يجيب، ربما يكون نائما بالفعل. وممكن نستعمل في زمن المستقبل في اللغة الألمانية لما نعبر عن التخمين في المستقبل أو في الحاضر، وبنستعمل معاهم الكلمات دي. أول كلمة bestimmt يعني بالتأكيد. wohl من المحتمل. wahrscheinlich من المحتمل برضو معناها. sicher بالتأكيد. mit Sicherheit على وجه اليقين. وآخر كلمة vermutlich على الأرجح. وممكن نستعمل البريزنس الحاضر كبديل للفيتور 1 للتعبير عن حاجة لها علاقة بالمستقبل. الجملة دي في الفيتور Ich werde morgen nach Italien reisen أو fliegen. هنقولها بقى باستخدام البريزنس. نفس الجملة بس في البريزنس باستخدام البريزنس. Ich fliege أو reise morgen nach Italien. الطريقتين يعبروا عن المستقبل، بس المهم لما نكون بنستعمل البريزنس في التعبير عن المستقبل يكون في Zeitangaben اللي هو نحدد الوقت بالظبط زي بكرة، بعده، بعد الشهر، بعد أسبوع كده يعني. وممكن نستعمل المودال فيربن مع المستقبل البسيط. ازاي؟ ان احنا ممكن نضيف الفعل الشرطي اللي هو المودال فيربن ان هو يكون في اخر الجملة بس يكون برضو في صيغة المصدر. تعالوا نشوف مع بعض الجملة بتمشي ازاي. Ich werde morgen arbeiten können. سأكون قادر على العمل غدا. الفعل الأساسي في المصدر وكمان الفعل المساعد في المصدر في آخر الجملة. Du wirst am Wochenende aufräumen müssen. سيكون عليك التنظيف أو الترتيب في عطلة نهاية الأسبوع. Sie wird nächstes Jahr Auto fahren dürfen. سيسمح له بالقيادة العام المقبل.
فعندما لما نستعمل المودال فيربن بيجي بعد الفعل الأساسي اللي في المصدر برضو بيجي في المصدر. وبكده احنا خلصنا درس النهاردة فيتور 1. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، واكتب لنا كومنت نعرف بيه رأيكم في اللي احنا بنقدمه. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.